السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم إخواني أخواتي مرة أخرى في قناتنا مطبخ كوكوش. اليوم بدي أعملكم وصفة جديدة، بس قبل ما أبدأ يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وشير، وأهم شي فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد، وعشان تشجعوا قناتنا لأنها جديدة وبدنا إياها تكبر فيكم. يلا بينا. لعشاق الباذنجان اليوم جبنا لكم وصفة بتشهي اللي هي سلطة الباذنجان. يمكن أول مرة بتعملوا سلطة باذنجان. راح نجيب الباذنجان الكبير نقشره ونقطعه لمكعبات صغيرة، بعدين بنحط عليهم رشة ملح وطحين وبنقلبهم كتير منيح قبل ما نقليهم. طبعا احنا هيك بنقلبهم، بعدين بنشيل الطحين الزيادة عنهم، تمام. وبعدين بدنا نقليهم في زيت حامي عشان ما يتشربوا زيت، وبرضو الطحين بحميهم من تشرب الزيت. الآن بدنا نضيف الباذنجان في الوعاء اللي بدنا نعمل نحط فيه السلطة. بدنا نجيب كزبرة، نعناع أخضر، بقدونس، حطينا ليمون، حطينا توم، كله بنضيف هاي المكونات على بعض. طبعا زيدوا الليمون شوي، بنحط كمان رشة سماق. إذا في عندكم فلفل مجروش أو فلفل أسود عادي بنحط زيت زيتون، وبنحط دبس فليفلة. بنخلطهم كتير منيح، ويا الله بتطلع بتشهي. يا ريت إنكم تجربوها يا صبايا وتدعوا لنا.